في اللحظة هذه، في الساعة هذه 11:04 تقريبا، ساعة من حصول الاتفاق الرسمي بين النادي الافريقي والمدرب فوزي البزارتي. سي فوزي موجود معنا، مساء النور، مرحبا بك. مرحبا 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 بجميع المستمعين. اولا تأكد لنا الاتفاق الرسمي مع النادي الافريقي. والله المفروض ما تتأكد كونه منذ لحظات ولا منذ ما تقريبا 10 أو 15 دقيقة كونه ما باش نكون أنا الموجود على رأس النادي الأفريقي. وقتاش تباشر؟ غدوة إن شاء الله مع التمرين تاع العشية. على شنو اتفقتوا بالضبط؟ اتفاق، شوف نقول لك عبدو، ممكن برشا في تونس ما يعرفونيش، الاتفاقيات ما عنديش حتى مشكل، وخدمت عدة مرات بدون عقود، وقت اللي تجيني برجولية أنا نخدم برجولية ما عنديش حتى مشكل. ماني معناتها ما فماش لا شروط ولا فما حتى شيء معناتها يدعي للذكر. اتفقتوا على الرجولية، شنو فيها الرجولية المرة هذه؟ الرجولية معناتها هي أهم شيء، الواحد خاطر ديما أنا خدمت الواحد بقدره بقيمته بشرفه بالكرامة نتاعو، وهكا علاش تعمل الثورة من أجل الكرامة. يعني معناتها هذيك هي المبادئ نتاعي، إلا من اللي بديت نخدم لتوا هما بيدهم ما تغيروش. هذه المرة الرابعة سي فوزي اللي باش تدرب فيها النادي الافريقي، شنو اللي باش يكون مختلف في التجربة الجديدة؟ والله شوف، مع كل اسف انت مع النادي الافريقي فانت عندي ذكريات معناتها اكثر من طيبه، ذكريات معناتها جميله ياسر، ذكريات الا ما تفسخش من الذهن نتاعي، لان عندما دخلت النادي الافريقي اول مره معناتها يمكن تقريبا قله وقله الا امنوا بفوزي بنزرتي، لكن فك الموسم هذاك رغم ان الترجي كان معناتها في قوته، كان هارب علينا العاد يمكن 11 نقطه، عملنا فريق شاب وفزنا بالبطوله هذيك الذكرى، عملنا والنداء فوزي يا فوزي معناتها اول ما طلعوش معناتها النادي الافريقي، معناتها هذه ذكريات عمرنا. لكن بعد معناتها اللي دخلت المرات اللي بعد النادي الافريقي كانت ديما اغلب الحالات معناتها في وسط الموسم، وعلى كل معناتها مهما يقولوا مهما يعملوا انا ديما خليت فيبراسيون معناتها وسان دو بيبليك، ديما وصلنا للادوار النهائيه ولو ما نجحناش. نقول لك وصلنا 3 مرات للادوار النهائيه في كاس افريقيا واخفقت صحيح معناتها ما نجحناش، لكن فهمتي نجموا اذا يوصل واحد دور نهائي هذا ثم نتيجه جد ايجابيه. معناتها نتذكر السنه الفارطه وقت اللي وصلنا للدور النهائي مع مجموعه معناتها خفيفه برشا من ناحيه الكاليتي ومن ناحيه العدد. المره اللي قبلها زاد كيف معناتها، وبين المره والمره تعدت تقريبا 10 سنوات، كل احنا نوصلوا معناتها انا بالنسبه لي ما نسماش اخفاق ولو اخفاق نسبي، لكنه مش اخفاق تمامي وقت توصل الدور النهائي معناتها في القاره، يعني معناتها بالنسبه لي حاجه ايجابيه، وهذه الذكريات معناتها. وان شاء الله معناتها الفتره هذه ولو فتره وجيزه وفتره قصيره، ما تعرف كي تدخل في فتره قصيره فانت لازمك تبذل مجهود دوبلمون باش تنجم تنجح، قدرة ربي بالمجموعه اللي موجود فيها. الدولة حاليا النادي الافريقي مجموعه من اللاعبين كاليتي جوار لاباس بيهم، ان شاء الله بقدرة ربي نوصلوا باش ناخذ البطوله، لان بالنسبه لي اذا ما تلعبش على البطوله ولو عمري ما وعدت انا فريق ولا مانيش مستعد باش نوعد حتى فريق باش دخل البطوله، لكن بالنسبه لي النادي الافريقي او فريق من الفرق الكبرى نتاع تونس اذا ما يفوزش بالبطوله يعتبر ماهوش ناجح ويعتبر فشل خاصه في البطوله التونسيه. سي فوزي الفريق اليوم عنده ملاعبيه، عنده فلوس، عنده طموحات، القاب حقيقيه موجود. هذا اش قلت لك معناتها الوقت الحاضر النادي الافريقي فيه معناتها ثله من اللاعبين المميزين، مش كيف اللي عرفتهم انا سنه الفرصه، في مجموعه طيبه، في مجموعه فيها رئيس نادي سليم الرياحي، وبالمناسبه نذكر له حتى ثقه في شخص فوزي البنزرتي والهيئه الكل. على كل ان شاء الله نكونوا في المستوى، وانا متاكد ثقتي في نفسي كبيره، ثقتي في المجموعه ان شاء الله معناتها تتكون بشويه بشويه ويكونوا معناتها في المستوى على طموحات جماهير النادي الافريقي ما نساوهمش، لانهم هم الجمهور معناتها عنده أهمية كبيرة، ومحبة الجمهور معناتها النادي الأفريقي معناتها نعرفها، وأنا ديما نفكر فيه ديما كيفاش نفرحك الجماهير العريضة نتاع النادي الأفريقي بطبيعة الحال المسؤولين واللاعبين، وإن شاء الله نكونوا في المستوى على كل اللي نوعدوا به، ديما نوعد كانوا بالعمل الجدي والطيب والأداء زاد نفس يكون طيب. فهمتني؟ سي فوزي قبلت التحدي في فترة صغيرة في بطولة مصغرة عبارة عن مسابقات أو مباريات كأس،
هذا تعتبره تحدي بالنسبه لك انت، خبرتك تجربتك ككل؟ والله انا بالنسبه لي اتذكر عبد وقت اللي جيت للترجي الرياضي، وقت مازال يمكن 5 ولا 6 مباريات والنادي الافريقي كان متصدر، لكن ما تقبلت باش تخدم، لاني نامن كون العمل هو اللي يجيب، نامن كون الثقه في النفس نجم تعطي اكلها، وبعدين فهمتوا المفروض ما ظهر لي معناتها كل شيء سهل معناتها بالنسبه للمجموعه اللي موجود، المجموعه نتاع النادي الافريقي، مجموعه اللاعبين، معناتها ان شاء الله الواحد يكتشفهم عن قريب، لان الكره هي سهله معناتها ساعات نصعبوها هي سهله، لانه اذا كل لاعب تجلب منه اقصى ما يمكن من العطاء النتيجه تجيب بطبيعتها. شو باش تغير في الفتره القادمه في النادي الافريقي، وعندك فكره انت على المجموعه الحاليه؟ شوف كي تدخل على فريق ما يلزمكش تغير حاجه كبيره من الاول، معناتها حتى التغييرات يلزمها تكون طفيفه وبشويه بشويه، فهمت؟ لا حتى فين يتاقلموا اللاعبين مع الخطه نتاعك، ولو معناتها ما كنتش بعيد برشا عن النادي الافريقي فتره قصيره، اعرف جل اللاعبين الموجودين باستثناء اللاعبين اللي جابوهم السنه هذه، فهمت؟ يبقى المفروض تدخل شويه شويه، وبطبيعه الحال معناتها تستشير بالمساعدين الموجودين غادي، تستشير بالناس كل، وعكس ما يقال معناتها فوز وزارتي راهو متفتح ياسر للديسكسيون، نحكي مع الناس كل ونتكلم مع الناس كل، ونحاول ناخذ اقصى ما يمكن من الاراء من اي شخص يمكن موجود ولا ساهر على حظوظ النادي الافريقي، وبالطريقه هذه معناتها بالتعامل ايجابي نجموا نلقى الحلول اللازمه، ونتحملوا المسؤوليه ما نخافوش منها معناتها مهما تكون معناتها المسؤوليه، معناتها مش توا انا باش نفكر في المسؤوليه، وامن يا عبد ما نفكرش ياسر معناتها في النتيجه، لاننا نامن كونه اخدم ضميرك وريح ضميرك واعطي كل ما عندك، كل شيء يجي بطبيعته من غير ما نفكر في النتيجه، وهذا اللي لازم نطلبه حتى اللاعبين، يلزم اللاعب وقت اللي يعطي في الميدان ما يفكرش في النتيجه، يفكر في الاداء، يفكر في الشيء، يعطي اقصى ما يمكن من جهده، هذا لازم يفكر فيه كل واحد منا، كما المسؤول كما اللاعب، لان الجمعيه الفريق لازم يكون العناصر كل كانت متوفره فيه ومتكامله فيه، ولا كان ينقص بتاتر معناتها كانت امكانيات ماديه معناتها ضعيفه في النادي الافريقي، بعض اللاعبين ما كانوش في مستوى النادي الافريقي، نعتبر كونه كل كان العناصر كل كان متواجده وما فماش نقول لك سبب واحد يخلي النادي الافريقي ما ينجحش السنه هذه. المدرب الجديد للنادي الافريقي فوزي البزارتي، كل التوفيق ان شاء الله ليك.